الاجتماعي. اليوم نحتفلوا بالعيد الوطني للأسرة. العيد الوطني للأسرة إن شاء الله الأسرة كلها ملمومة ومجتمعة في الخير. أول فقرة تنشيطية تقدمها مشهد حي لمكونات الأسرة روضة جنة الأحلام. بالهادي المندوب الجهوي لشؤون المرأة والأسرة. التظاهرة هذه تتنزل في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي من كل سنة. بالنسبة لسنا حابين اخترنا مركز رعاية المسنين باش نضمنوا رسالة انه الأسرة تهم جميع الأجيال وجميع الفئات من الأطفال حتى المسن. دونك حبينا اللمة هذه تكون عندها جو احتفالي ويلتقي فيه الطفل مع الأب والأم مع الجد اللي هم المسنين اللي هم في أعمار الأجداد. دونك إن شاء الله التظاهرة هذه تتعدى مزيانة وباهية وتدخل البهجة في خصوصا في نفوس المسنين الموجودين في دار رعاية المسنين اللي يفتقدوا للسند العائلي والتواجد. حبينا معناها تكون نهار كأنه في عائلته بين الصغار وبين الشباب وبين الكهول باش على الأقل نرجعوا له كيف التظاهرة هذه قمنا باش نوزعوا فيها بعض الهدايا على آبائنا المسنين إن شاء الله يعجبوهم. ونشكروا الناس الكل بما فيهم راديو ويب المرناقية اللي ديما مواكبنا في كل تظاهراتنا. الإدارات الجهوية كريمة الزواوي رئيس مصلحة شؤون المرأة والأسرة بمنوبة بالمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بمنوبة. تم تنظيم هذه التظاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأسرة الموافق ل 15 ماي من كل سنة. اخترنا الموضوع السنة هو تكريس قيم التآزر بين أفراد الأسرة، وكان واختيارنا على المكان هذا بالذات مركز رعاية المسنين هو أنه بتواجد المسنين في حد ذاتهم فرد من أفراد الأسرة مع الاشتراك مع رياض الأطفال بولاية منوبة ومركز رعاية المسنين والإدارات الجهوية كما الإدارة الجهوية للصحة الطب المدرسي والجامعي ما نسيوش التضامن الاتحاد الوطني للتضامن الاجتماعي وفي توزيع الهدايا لفائدة المسنين والأطفال. محمد التبرع من مواليد 46 1946. ايش قولك في هذا اليوم عملي؟ جميل.
جميع الأطفال وأنتم وشيوخ وبنات صغار وولاد صغار وشباب، اللهم صل على النبي، بشر بالخير. فهمتني؟ باهي معناتها ديما نجاوب عليكم. مرحبا بك، مرحبا بك يا ودي.